لا في قائمة الشمال ولا في قائمة نادي قطر. كرة إلى الأمام، أحمد عبد القادر في هذه المحاولة، البصمة الأولى، البصمة الأولى، تسجيل دخول من المصري، تسجيل دخول. احمد عبد القادر في اول لقاء ليه بيسجل مع فريقه الجديد في الدوري القطري، وبيعمل لقاء جامد جدا، واللقاء لسه شغال. واحنا هنا قاعدين عمالين نقولوا اشرف داري تابع اللعيبه وتابع حساب النادي الاهلي. لا، اشرف داري النهارده لغى المتابعه. اللي انا عايز افهمه، طب لما احنا مش عارفين نجيبوا لعيبه، ليه بنبيعوا اللعيبه؟ هو مش في لجنه تخطيط؟ المفروض لجنه التخطيط دي بتعمل ايه؟ مش انت مثلا انت بتبيع لعيب، المفروض ان انت حاطط عينيك ومتفق مع لعيب احسن منه، ولا احنا بنبيعه لعيبه وبعد كده ندوروا نجيبوا انه لعيبه؟ احنا بعنا احمد عبد القادر. انا عايز اعرف من اداره التخطيط هي حاطه عينيها على مين جناح هجوم احسن من احمد عبد القادر؟ ده اللي نفسي اساله لجنه التخطيط ومجلس اداره النادي الاهلي. اديكوا شايفين احمد عبد القادر، وانا قلت قبل كده في فيديو قبل كده اللي احمد عبد القادر خساره لهجوم النادي الاهلي. احمد عبد القادر من اللعيبه اللي لازم يلعب على طول، وكولر ما كانش بيلعبه على طول عشان كان عنده اصابه، واللعيب في اخر الموسم بدا يظهر بمستوى كويس وعايز المطوشه عشان يجيب مستواه. اول ما راح في نادي واداله مستواه واداله فرصته الكبيره زي ما انتم شايفين، وانا متاكد ان احمد عبد القادر هيتالق في الدوري القطري. واحنا هنا بقينا مش عارفين هنجيبه مين اللي هيبقى جناح. انا بقول لاداره النادي الاهلي اهو، بيرسي تاو برضك، مع ان انا عندي مشكله مع بيرسي تاو في مستواه في الاخر، بس انا بقول لو انتوا مش محددين هتجيبوا جناح هجومي احسن بيرسي تاو، سيبوا بيرسي تاو. ما تغلطوش غلطه احمد عبد القادر، وما تغلطوش غلطه محمد عبد المنعم. المفروض قبل ما محمد عبد المنعم كان يمشي، المفروض لجنه التخطيط ومجلس الاداره كان حاطط عينه على حد ويتفق معاه. هو ده اللي انا اعرفه في الكوره، مش نبيع اللعيبه بعد كده ندور احنا هندخلوا الموسم بمين. هندخلوا بموسم بمين؟ انا مش عارف اداره الاهلي ايه اللي حصل لها، وكابتن الخطيب ايه اللي حصل له، ومين اللي بيلعب في دماغ كابتن محمود الخطيب وبيخليه بيبيع لعيبه وهو لسه ما اتفقش على لعيبه تانية. ليه كل اللي بيحصل دوت؟ احنا كان عندنا سكواد كويس، لا اما تزوده، لا اما لو جالك عرض كويس لعيب تمشيه، بس قبل ما تمشيه تبقى حاطط اللعيب البديل ليه ويبقى على نفس مستواه، لا اما تسيب اللعيبه زي ما هي. هو ده اللي احنا نعرفه عن النادي الاهلي من السنين. لكن اللي بيحصل السنه دي شيء غلط جدا جدا جدا، اول مره يمر على النادي الاهلي.